السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة ميرا رجال، قناتنا وقناتكم. اليوم ان شاء الله غنحضر معكم املو كريمه ديال اللوز. غنحضرها في الدار بواحد المكونات اللي هي سهله بسيطه بزاف في الخطوات ديالها. ما غتاخذش الوقت بزاف. تابعوا معايا باش تشوفوا كيفاش غنحضرها. صافي، هنا عندي كيلو ديال اللوز غادي ندخلو للفران يتحمر. ما نديروش في المقله فوق البوطه لان كيتكوى وما كيطيبش مزيان، فلهذا نديرو في الفران باش داك الصهد كيطيب لنا اللوز كامل. صافي، ونحمرو من بعد. صافي، وهنا انا خرجته من الفران. صافي، حمرته ما خليتوش يتحرق او يتكوى. دابا راه كيتهرمش، يعني راه تقلى مزيان. صافي، من بعد غناخذ واحد الماكينه اللي تكون كطحن مزيان. بالنسبه لهاد الماكينه هذه كطحن حتى الحمص، اللوبيا. بالنسبه اللي بغى يدير كران يطحن الحمص هذاك القاصح، فهي كطحن مزيان. وما نطحنوش طحين عادي، نطحنو حتى داك اللوز يطلق الزيت ديالو، ونبدا نقسم بالشوي بالشوي. ما نديرش هادشي كامل، يعني نقدر نقسمو على 5 ديال المرات او 4، يعني ما نكترش. صافي، انا هنا عمرتها. ايوا، ونبدا نطحن. تنوصيكم ما تعمروهاش بزاف لانها كتخنق وما كتقدرش تدور. اللوز ما كياخدش راحته باش يتطحن مزيان، فديما ندير غير النص. المهم انتم كتشوفوا هنا اللوز بدا كيطلق الزيت ديالو. تقدروا ديروا حتى بكاوكاو ماشي غير اللوز. المهم نستمر نطحن حتى يولي عندي هذاك الخليط بحال اللي مخلطه بالزيت، ولكن هو غير اللوز طلق الزيت ديالو. صافي، هنا نقدر نحيد الخليط ونستمر في الطحن حتى نكمل الكميه اللي عندي. صافي، من بعد غادي ناخذو الزيت البلديه. كاين اللي كيدير زيت ارغان، اللي متوفر عنده يقدر يدير زيت ارغان. بالنسبه لي انا درت الزيت البلديه احسن من الزيت العادي، لان نقدروا نستعملوا هاد الاملو مع الحرشه، مع خبيزه. يعني من الاحسن تكون الزيت بلديه ما تكونش روميه. مهم. ومن بعد غادي نكب ثمن كويس ديال العسل الحر ونخلط الخليط ديالي. وبامكانكم تزيدوا الزيت والعسل حتى تحصلوا على الخليط المطلوب. دابا هاد الخطوه اللي هي مهمه جدا. ناخذ واحد الدراب ونزيد ندربه. صافي، من بعد عمرتهم في القريعات ديالي وخليتهم نستعملهم وقت الحاجه. المهم انا شاركت معكم الطريقه هذه، راهي سهله ما كتطلبش خطوات بزاف. بالنسبه اللي بغى يجربوا. هانتوما كتشوفوا كريمه للدهن صحيه 100%. كتستعملوها بمكونات نتوما عارفين اشنو هي. ونتلاقاو في وصفه اخرى ان شاء الله. مع السلامه.